ليست ميضة، وملاعب روسيا ليست مساجد تتلى فيها القرآن، بل هي ساحات رجولة تظهر فيها معادن الرجال. هذايا المقال اللي كان كتبه محمد بوغلاب ونبيل معلول في الإذاعات الكل براتيكمون، حتى في التلفزة البارح جاوب. مرة يقول هذاك ما يستحقش باش نجاوب وما نجاوبوش، لكن زادا قال اللي هو مريض وهاني جاي لتونس تنتفاهم. اما تو سا معناها سو تخوف براتيكمون في الجمعيات اللي موجوده في تونس الكل. هذه كنا نعملوا فيها في الترجي من الثمانينات، معناها ماهيش جديده. في المنتخب من اللي انا نلعب في المنتخب من الثمانينات موجوده لتو، سي با نوفو. مي الله غالب مي جو سوي با لا باش نرد على ناس كيما هكا، خاطر ناس كيما هذوما معناها سي واحد ما يردش عليهم خير. جو نفي با ترو معناها ميتالي سور سو بروبليم، يمشي يداوي يروح. انا جو بونس اللي قال الكلمه هذه ولا جو نسي با كي، مي تو نعرف وباش نروح لتونس ان شاء الله. لو كوب دي موند نفا با ريستي ايترنالمون، باش نروح لتونس وان شاء الله كلامي يوصل. باش نروح لتونس يمشي يداوي روحه، خاطر احنا تربينا بالقران، تربينا بالفاتحه. كنا نمشيو نقراو عندنا امتحان امي تقرا علينا الفاتحه. يظهر لي اللي قالها جو سوي سور اي سيغتان اللي امه كانت تقرا له الفاتحه قبل ما يمشي. الفاتحه موجوده، اللي ما عجبوش قرايه الفاتحه يبدل شيء اخر. ولا كانت هذه الاجابه نتاع هو معناتها انا اللوم شويه على وسائل الاعلام انهم يجبدوا نبيل معلول في حكايه هكا. معناتها نبيل معلول البارح حكى مليح في الوطنيه، حكى على ماتش لونجلتير، وضح للتوانسه برشا حاجات، حكى على ماتش بلجيكا. تشاو بون ديمونش، قاعد ركزوا في اموركم. بالحق يشدوا نبيل معلول يمرجوا فيه. مع تو ثاني مره نحكيو على مذيع الوطنيه، راني مانيش نقصد حتى كان في موزايك سالوه، حتى في موزايك الاكسترا الاولى هذاك موزايك والثاني من الوطنيه، حتى كان في موزايك سالوه. انا نعتقد انه ماهوش وقت، معناتها بالنسبه لي ماهوش وقت انك تشد ممرن وطني تسالوا على موضوع هكا. معناتها ولا تقول له قال ولا فصل التليفون خرجنا ديبيل. معناتها شنو معناتها نبيل معلول عطى البارح عطى البرشا صحفيين وناس درس في الجورناليزم. وقت اللي قالوا له جاك تليفون جاتك تعليمات، ساعه ولينا نستنجوا الفيسبوك. معناتها ربعنا برا على فيسبوك ولاو يوريونتيو في الراي العام. ظهرت قال لهم اعملوا ريشيرش، شوفوا الفيفا شنو موفره نوع من معناتها فما 3 تكنيسيانات وزوز معد بدني يوسف الزواوي كيت، ويشوفوا لي ستاتستيك اون ديريكت وتصاور. فما كيما الايباد عند اللوطه، معناتها تجيهم لي زوردر وراو هذا مش لي، هذا تاعب، هذا مبين، هذا كذا، وهذاك كيما التركي والكي يحكيوا فيه. احنا جاتوا اوامر باش يبدل التشكيله. احنا سمعتوا البارح قال لهم هذه تحليلات نتاع بلاي ستيشن، ماهيش نتاع اللي تقولوا فيه الكلام هذا. انا راه هذم مواضيع مش وقتهم. ممرن وطني ويظهر لي معناتها بتتر غلطه نبيل معلول انه ياسر محلول مع الصحافه وما يرفضش وما يقولش لا صحيح. معناتها يلزمنا 1 كيلومتر اللي بالموعد. مو كيك يجينا واحد يترونجي باش يسكتنا، ما نحكي معاه. خذ معايا موعد باش تحكي معايا. شنو تجي معلول تقول له راه قال فيك فاتحه، راه قال فيك، وراه ناقص، كان راه فلان قال لك انت خايب. معناتها خليهم يركزوا. حتى النهار كله احنا نخموا في الملاعبيه، زاد نخمم في الممر الوطني. يزمو يركز، يزمو كونسنتراسيون، يزمو يتلهى بالملاعبيه نتاعو. ما هو هذوما ديما لي زاكوتي احنا نتلاو بما خلينا احنا نعوموا ونغطسوا ومن بعد كي يروح هو لتونس معناتها احنا ديما كي تصير حكايه في تونس كما تعرفوا ديما تلقى الاعلام منقسم، جماعه معاه وجماعه ضده حتى في الفيسبوك. لكن في الحكايه نتاع الفاتحه اللي قراها في حجرات الملابس كانوا الناس الكل ضد محمد بوغلاب ومع نبيل معلول. في الاذاعات الكل اللي سمعتهم وحتى في التلفزيون الناس الكل نفس الكلام، ولاموا على محمد بوغلاب اللي البارح عاود رجع على الناس اللي انتقدوه. الحقيقه انا تخيلت باش يقول كلام اخر، لكن كان ماشي في نفس الكلام. قال هذوما ناس مكلوبه. انا عقد النيه وادخل بساقك اليمين واعمل شويه عجعاجي وبخور وتبرك بسيدي محرز وجايين يا روسيا بالمشق والدات ونعملوا في شويه سينما متاع اقرا الفاتحه على روحك. صحيح اقرا. اما مع الفاتحه اللي تقرا احنا كي نعديو الامتحان حتى لما يصليش في فتره التحضير يولي يصلي صحيح ولا نوع من الراحه النفسيه ويحضر. اما يحضر كي تمشي تعدي الامتحان مش تكتب له سوره الفاتحه. صحيح. كي تلعب انت ضد المنتخب الانجليزي انس جابر ربحت في مانشستر مش بالفاتحه، تجب تكون قراتها في قلبها وربي يبارك لها. اما بالتحضير نتاعها يحب يقول محمد جماعة آدم، شوف جماعة آدم ما نقولكش ما يستحقوش تضيع الوقت. نعرف ناس مكلوبة. ناس مكلوبة. لا أنا هم داء الكلب في مرحلة ما يتداواش. أنا هما ما يهمونيش. ولا معناتها محمد بوغلاب لا، على عكس ما قلت قاعد يصلح في الحكاية. خاطر معناتها هل انه معناتها محمد بوغلاب يناقض في روحه بطريقة معناتها واضحة على الآخر. هل انه نبيل معلول كي يقرا الفاتحة معناتها ما حضرش؟ وكان ينجم محمد بوغلاب يقول له يجي ينقد يقول له نبيل معلول راك ما حضرتش الماتش نتاعك. علاش يقول له ليه تقرا في هل انه نبيل معلول ما حضرش خاطر ليه يقرا يعمل في ختم قرآن ولا يعمل في يقرا في 60 حزب؟ لا،
معناتها لهنا محمد بوغليب حب يمنع ولا يقول لا الفاتحه حاجه باهيه اما مقابل لازمك تحضر. هل انه يقرا الفاتحه لمده دقيقه في الفيستيرات يدل انه قعد شهرين ما حضر شيء؟ وجاوب روحه نوفل قال لك الفاتحه تعطيك الراحه حتى تونس لعبت ما نظنش كان كتب لهم الفاتحه في السبوره، حط لهم الخطه التكتيكيه. الفاتحه ستاند ديتاي بسيط يتعدى نتاع للتبرك نقولوه احنا الناس الكل. دونك قال دون سونس حتى نعرفوا ربي، حتى فما ناس تعرف ربي وقت السحاب تلقاها ما يسالش. احنا نقراو الفاتحه كي نتفاجئوا كي تصير لنا حاجه نعرف ربي وقت ما يسالش. وهو ربي يعرف اللي كل ما بينش هذاك شنو يحب يقول. هذاك ما انا نبدا في فتره ضعف نزيد نقرب من ربي اكثر. يا خويا انا كل ما نعدي امتحانات نولي ندعي لربي اكثر عادي. وربي هكا يحب البشر نتاعو ويحب العبد اللي وقت الغشي ولا وقت الضعف يجي. معناتها ماهوش عيب انك تعرف ربي وقت انت في ازمه. معناتها بالعكس فما ناس كي توصل الازمه تقرب من ربي اكثر وعادي وتطلب من ربي اكثر وعاش بيه وتقول له يا ربي سامحني على اللي عملته كذا كيكا ومن بعد يرجع ما عادي. معناتها محمد بوغليب بالعكس في الكوميونيكاسيون نتاعو حب يصلح، ولكن حب يصلح. لما انا نقصد على كلمه الناس المكلوبه هم الناس اللي انتقدوه الكل. الناس الكل كانت عندها نفس الراي هذايا. فما شكون قارن قال لك بيهم المسيحيين يدخل يعمل الكوا نتاعو. هي مش لازم نقارنوا بهم هما. احنا بطبيعتنا كل واحد والثقافه نتاعو. اما انا بحب نرجع اللي المشكله ما بيناتهم. يظهر لي محمد بوغليب من الاول حاب يجبد نبيل معلول. عندهم مشكله قديمه مع بعضهم من نهار اللي وقت اللي ترشحت تونس المونديال وجبد معلول على قطر والحصار نتاع قطر. وبعد وقت اللي التربص عملوا في قطر هذوما مرتين ينقد بوغليب نبيل معلول. شوف أنا سبق حكيت على نبيل معلول بعدك الإشارة اللي عملها بعد ترشح المنتخب التونسي للنهائيات المونديال في روسيا وقت اللي يتمنى رفع الحصار الظالم على قطر. وقلت ترى هذا معناها إقحام السياسة في الرياضي. يمشي أول تربص تحضيري يعملوا في الدوحة. يعني ما سمعتش واحد فني في كرة القدم قال أنه هذا معقول انه الاستفاده انت مش تلعب في. وهذا زاد قالوا محمد بوغليب عن جهل لانه التكنولوجيا المتوفره في الدوحه ومجانين ربح تونسي 500,000 دولار. الباير نتاع في الدوحه. دونك محمد بوغليب زاد نقد نبيل معلول عن جهل بالحكايه الكره. سمحونا الوقت وفيه هجر 9 بالضبط جيد. دونك شكرا لكم الاولاد. بعد شويه تجيكم شهين في صباح الناس نتقابلوا احنا غدوه وللحديث بقيه في الامان. باي.